امين يا رب، امين يا رب. روحي بحق الكلام الجميل اللي بتقوليه للناس يجعله في ميزان حسناتك يا يا رب حبيبتي. يخليكي يا حبيبتي ويكبر خاطرك. شكرا جزيلا، الف يكبر شكر. بخاطرك عند العبد وعند الرب. الله يكرمك يا حبيبتي، الف شكر، الله الله يسترك يكرمك. دنيا واخره يا الله حبيبتي. يخليكي يا حبيبتي. حابه تقولي بصي يا اسمك؟ حبيبتي، لا بعد طيب اذنك. المكالمه مذاعه على الهوا، موافقه بالاذاعه؟ تحت امرك، وماله اتفضلي وماله يا تحت بنتي. امرك. انا مكالمتي اصلا، انا ما عنديش مشكله. اتفضلي. المشكله في حياتي ان انا عندي 53 سنه، اتجوزت مره اولى اه. وطلقني بسبب الخلفه. انا اه. بخلي في كل حاجه، ربنا خلقني بعيب خلقي. رحم تمام. ذو قرنين، احمل وسقط، جايبه 12 عيل عند الله. اه، رحم ربنا ما ذو قرنين. اكرمنيش. ربنا ما سبحان الله. اكرمنيش. رحت اللي ورايا واللي قدامي عشان اتعالج، لكن ربنا ما اردليش. مم. وفين اتجوزت الجوازه التانيه، وبعد فتره ما فيش بسيطه، سنه ولا اتنين، انا قاعده كده في ليله 27 رمضان، ربنا اكرمني بنعمه كانت جميله قوي. بنت جميله خبطت على باب بيتي، مم. بنت ناس قرايبنا بس باباها وماماها توفوا. مم. هي من قرايبنا من بعيد يا بنتي، واخده بال حضرتك. انا مع حضرتك جدا. المهم، ان انا اخدتها وتكفلت بيها، قلت رزقي ورزقك على الله يا بنتي. كنت انا كانت كنت ظروفي زي الزفت. انفصلتي المره التانية ولا كنت لسه لا، كنت معايا جوزي. اه. قلت له، عرضت عليه الموضوع، قال لي براحتك، احنا ظروفنا. قلت لها ده رزقنا ورزقها على الله، احنا هنتكفل بيها، واللي رزقها بينا هيرزقنا برزقها. طب واحده واحده قولي لي، المهم، يعني ازاي خبطت اهلها فين؟ اللي جابتها لي يا بنتي قسما بآيات الله، اه. قالت لي ان هي يتيمه. اه. طب مين اهلها، مين ناسها؟ قالت لي الله اعلم. يعني هي من المهم انا عيلتك اخدت. ولا مش من عيلتك؟ لا، هي من تبع واحده قريبتنا بعيد، بس هي ما رضتش تقول لي السر. تمام. وكانت البنت قد وانا كنت ايه؟ في عندها 3 شهور او ما يا كملش روحي. ال3 شهور، اه. كانت لسه بترضع. اه. المهم ربنا اكرمني وشرت على جوزي واخدنا البنت. جميل. ربناها وشقيت عليها، وربنا فتحها عليا من اوسع ابواب. اللهم صل بقى على النبي. يديني رزقها ويديني اللبن بتاعها، ويديني كذا ويديني كذا، وعطاني كتير قوي 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 قوي. وما اللهم كانش صل. ليا شغلانه، خلقت لنفسي شغلانه وربنا عني عليها وربيتها وكبرتها، وبقينا سعداء بيها سعاده الدنيا. خدتيها 3 شهور ما كملتش لسه 3 شهور. رضيعة، يعني ده سن صعب جدا. رضيعة بمعنى جدا الكلمة، يعني كل حاجة انت جدا. اللي بتعمليها. فعلا يا فندم، والله انا كنت بسهر طول الليل عليها وهي صاحيه وانا نايمه كانها بنتي، كان ونسينا عندك بقى. كام سنة؟ كان عندي 27 28 سنه، امم. في الحدود دي. كنت بعز شباب يا بنتي. اه. المهم ربنا قدرنا وشقيت عليها، وربنا خلق لي شغلانه كده من لا شغلانه، واشتغلت وكبرتها وجوزك وتعبت موافق تماما، مش اه، معترض؟ وافق. لا 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 لا، اه. خالص خالص. مع انه في الاول، يعني كان الاول كان الموضوع بالنسبه له فيه خوف وقلق عليها، بس بصراحه يعني من حبنا ليها بقت هي حياتنا وعمرنا وكل حاجه بالنسبه لنا. اللهم صل. طب هي ليها شهادة ميلاد؟ يعني كان اه ليه؟ طبعا، اه. ما انا لما حصل الموضوع بقى انا استلمتها رسمي امم. عن طريق الحكومه. ما انا امم. قلت عشان بعد كده حد يظهر لها، حد كده حد كده، اه. يبقى انا في الحاله دي يبقى انا مستلمه رسمي. واخدت شهاده ميلادها من الحكومه امم. وثبتها في الحكومه، حتى التموين بتاعها عطوهولي وكل حاجه باخدها ليها. كل حاجة. اه. وما تعرفيش الأب اي، والأم ما حدش فاهم. الله اعلم. متوفيين الله اعلم. عايشين، ما حدش فاهم حاجة. الله اعلم ورسوله والمؤمنين. الله اعلم. اه. اه. الله اعلم. بس انا كان غرضي ان انا اربيها. يعني حاجه جات لك يوم 27 رمضان، رزق. هتعملي ايه؟ ده ليله القدر. اللهم بارك. انت فاهمه. اه، رزق وربنا لدرجه بعتهولك. انا شفت في المنام رسول الله، يعني ارض رسول الله. ميلت خدت ورده من ارض رسول الله اللهم صل في وسلم وبارك المنام، على قسما سيدنا بآيات محمد. الله ما بكذب يا بنتي. اللهم صل وسلم شفت وبارك على نفسي في سيدنا. ارض جميله قوي، فبقول للناس اللي حواليا الارض الجميله دي بتاع ايه؟ قالوا لي امم. دي ارض رسول الله. عليه افضل ميلت الصلاه اخدت والسلام. ورده. اه، وجات لك الورده لحد البيت. اه والله العظيم، والله اه. العظيم زي ما بقول لك. اه، يعني احنا قسما بآيات الله ما بكذبش كلمه. بنتنا النهارده دي عروسه ما شاء الله.
عندها 21 سنة حبيبتي، اللهم صل وقمر على قدر كبير جدا من الجمال. اللهم صل على النبي. وعلمتها ودخلت ثانوية عامة، وكنت اشتغل وادفع الدروس الثانوية، وانت عارفة دروس الثانوية شكلها ايه. طبعا طبعا. وربنا قدرني ودخلتها الكلية، وهي دلوقتي طالعة 3 كلية. اللهم صل على النبي. وطبعا هي طالعه انت ماما، هي ما تعرفش اي حاجه غير انا انت ماما ماما. وده بابا ودول خالاتها ودول عمامها ودول اهلها ودول ناسها. المشكلة في ايه بقى يا حبيبتي؟ المشكلة ان كل ما يجي واحد، طبعا انا ما بقدرش اكذب، من بني على باطل فهو باطل. مظبوط. لا وهي اسمها يعني اسمها غير اسم اسمها امها وابوها. بالظبط. لان انا حاولت بصراحه، وناس كتير لعبوا في دماغي قالوا لي اكتبي لها شهاده ميلاد. رحت سالت شيخ قال لي يا حبيبتي انسبوهم لاهاليهم، بالظبط. ده اسمه خلط نسب. مظبوط. وانا عشان تاخدي حاجه مش بتاعتك يبقى انت كده بتخلطي نسب مش ليكي. مظبوط. احنا يعني كنت دلوقتي لو انا عملت ده دلوقتي يا مروه، لو انا عملت ده دلوقتي كنت تفاديت حاجات كتيره، بس انا بصيت لوجه الله ونعم بالله، انا بصيت لربنا ونعم بالله قبل اي شيء. مظبوط. انا عملت ثواب، انا حبيت اخده كامل من الله. حلو. ايه بقى المشكله اللي بتواجهك؟ يعني انا مش فاهمه. المشكله اللي بواجهها ان كل ما يجي عريس، اول عريس بعد ما جه وجاب الذهب، الناس الله يسامحهم لعبوا في دماغ الولد، خلانها مين، اهلها مين، بعد كده هتقول خلانها دول مين واهلها مين. طب ما هو لاقي اهلك ولاقي ناسك اللي هم اهلها. لا، ما هم الناس بقى الله يسامحهم، ربنا بيقدر الناس على الطيب. وقفوا حال البنت طبعا لقت الولد اتغير وكلامه وحش، قالت لي يا ماما انا مش مرتاحه الوضع كذا كذا. قلت لها خلاص مع السلامه. مع الف سلامه. جه واحد تاني نفس السهرايه، جه واحد تالت بعد ما اتفقنا وخلصنا وقلت لهم على الموضوع يا مروه، بصيت لقيتهم يا بنتي عايزين نقدم تنازلات، عايزين بمعنى اصح ياخدوها ببلاش. يبتدوا بقى يخفسوا بالحاجه الارض، يخفسوا بالارض. لدرجه بتكلم مع اخت العريس تقول لي انا مش كفايه قلنا لك احنا اهلها مين وشهاده ميلادها ايه وي وي وي. قلت لها بس انا مش هسمح لك بكلمه زياده، انا ما كتبتش عليكي في حاجه، انا ما جبرتكيش ورحت جبتك من بيتك، انا ما عنديش حاجه وحشه. فين مشكلتها؟ يعني البنت دي من وانت واخداها ليها شهاده ميلاد، فده اصبح ان هي بالزبط. يعني دي طفله شرعيه وكان ليها شهاده ميلاد، الله اعلم ايه اللي حصل لاهلها، بس هي الحمد لله أعلم. يعني هي بنت حلال مصفي، بدليل ان في اب راح طلع لها شهاده ميلاد باسمه. الله اعلم يا بنتي، وانا حاولت ادور ما عرفتش اوصل لحاجه. هي من مواليد الواسطه. واخده بالك يا بنتي؟ المهم ان انا كل ما اتعرض لمشكله زي دي الناس مش رحمانه يا مرو. انا ما عملتش حاجه وحشه يا بنتي في ديني، انا ربيت لوجه الله وطلعت من احيا نفسا فانما احيا البشريه. الناس جميعا. ربنا يا ربي يعني ربنا هيديكي ايه ولا ايه؟ يعني انت بتنافسي النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم، ونعم بالله، وربنا يا رب يرزقك الجنه باذن الله يا حبيبتي. اللهم امين. وانا مش قصده لوجه الله، مجهزاها احسن جهاز. انا كاتبه لها الشقه بتاعتي اللي انا قاعده مقيمه فيها، بس بعد حياه عيني ست البنات ست البنات وست البنات بمعنى الكلمه. انت عملتي اللي امهات حقيقيه وابهات حقيقيين ما بيعملوش. يعني مش الام يا مروه، الام مش بتولد، الام اللي بتربي. صح. يا ريت الناس تفهم الكلمه دي. يكفي انك علمتيها الصح من الغلط، الحلال من الحرام، يكفي انك علمتيها انها تتقي ربنا فيك وفي نفسها. ياما امهات وابهات بالاسم بس واخدين اللقب لكن ما يستحقوش اللقب ده، فربنا يجازيكي خير يا رب. عايزاكي تبقي مؤمنه. انا عايزاكي بس منك حاجه، بس بعد اذنك اسمعيني. اتفضلي. انا عايزاكي بس تبعتي رساله لخلق الله، اتقوا الله، راعوا ربنا في عينيله زي دي لا تملك شيء. هي ما عملتش حاجه في دنيتها، هي كل اللي هي عملته ان ربنا عايزها تيجي على الدنيا، مش عايزها مش عايز حاجه تانية. انا ربنا رزقني بيتكفل بيها يا امي. ده رزقها واسع قوي انه رزقها بيكي، قوي رزقها واسع قوي قوي، والناس كلها بتقول لها الكلمه دي. ربنا بيحبها قوي 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 انه رزقها بيكي جدا. ربنا يديكي والله العظيم مش بشكر في نفسي يا بنت، يكفي انك ام بمعنى الكلمه. والله انت ام بمعنى الكلمه. والله لو حتى الناس نعم عليكي بالفطره وغريزه الامومه من يوم ما جابك الدنيا. ربنا يا ربي والله العظيم يكرمك ويرزقك برها. انت بتقولي اللي جوه قلبي اللي انا مش عارفه انطق بيه.
انا فرحانه بيكي قوي ومتشرفه بيكي قوي. وطب اقول لك حاجه، انا شرف والله ليا يا يا رب دناي. يبعد عني يبعد عني الحسد. انا ما بحسدهاش، بس حسيت كده يا دي نور بختها. عيني، انا ما نور بحسد. عيني اللي بشوف انا بيه. من جوايا حسيت ان يا رب يعني ايه الجمال ده، الدنيا لسه بخير يا ايه دناي. الجمال ده انت رزق الخير كبير. في امتي الى يوم الدين. ونعم بالله، وصدق الرسول رسول عليه الله السلام صلى الله قال عليه وسلم. الخير في امتي الى يوم الدين. وصح صح. اللي رزقنا بيها ورزقها بينا نربي ونكبر، وباذن الله هجوز وهجوز جوازه كويسه وهتفرحي باحفادها وهيديها يا بني رب. ادم بجمالكم. وهتصل عليك اقول لك يا مروه انا ربنا كرمني وجوزت منى، الله الله وربنا اكرمني بيها. الله على حسن ظنك بالله، هي والله منى عيني. الله على جمالك وحسن ظنك بالله. وانا متاكده وواثقه، وربنا شاهد على كلامي وكلامك، ان هيرزقها بابن حلال صالح شبه قلوبكم الحلوه. امين يا رب امين. يا رب، امين يا شبه دنايا. بس قلبك. انا تعيش يا بنتي، بس انا كنت عايزه اقول لك بس تخاطبي الناس، حاضر. خاطبي الناس، انا قولي لهم قبل الناس. ما اخاطبهم عايزه اقول لك كلمه واحده بس. قولي لي يا قلبي. اوعى مرض الناس ياثر على جمالك ونقائك وصفائك. والله ابدا مش مأثر عليا، انا خايفه على نفسيه بنتي. ولا اي شيء. انت انا زرعتي خايفه حلو على نفسيه قوي، بنتي زرعتي حلو قوي. قوي. والله العظيم ورب الكعبه يا بنتي انا تعبت قوي، تخافيش. تعبت قوي عبال ما ربيتها لغايه السن ده، اوعي تخافي. وحاربت كتير. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، وانت حاشا احسنتي لله. عملك. احسنتي احسن. عملك وكنت حاشا بتعمليه لله. برحمه الحمد لله. وجمال وبحب. وحنيه وبحب. فزرعتك طيبه وحصادك الحمد هيكون لله. طيب، وربنا هيبارك لك قوي قوي. فاوعي مرض اي حد شفتي، حتى لو اتكرر المثل مره واثنين وثلاثه، اوعي الثلاثه دول يخلوكي ده تشوفي ان مره الناس واثنين كلها وحشه. وثلاثه واربعه يا بنتي. 10. اوعي ال10 دول يخلوكي تفتكري ان الناس كلها وحشه. زي ما انت جميله وخيره، لسه في خير، ولسه في اللي ونعم بيشوفوا بالله. بعين ما فيهاش مرض. لسه في ناس قلوبها حلوه ونفسيتها طيبه وبتقدر وبتعرف، وهتشيلك فوق راسها وهتشيل بنتك في ونعم عينيها بالله. باذن الله. يا رب. وان شاء الله، يا وكل رب. كل تاخيره وفيها خيره، والخير جاي. ونعم بالله. وهي لسه ست البنات صغيره، لسه اه الدنيا والله. قدامها والعمر قدامها. وابن الحلال البنت ما الصالح. بتروحش في مكان الا لما بيعجب بجمالها وبحلاوتها ما شاء الله. وبأدبها، والناس بتشهد بده. ما شاء الله. انا تعبت قوي، ما شاء تعبت الله. لدرجه لا تتخيليها. ربنا يبارك، ربنا يبارك يا رب. ويا رب يا رب يزيد يا رب، ويكرم تعيش يا وتفرحي بنت. ويفرح قلبك بيها وبولادها ان شاء الله. مع ابن حلال اللهم امين. صالح. بعد يا رب امين. عمر طويل ليكي تبقي مطمنه انك سلمتيها للي امين. يقدرها ويستاهلها امين. ويصونها. عشان اقف قدام يا رب. الله واقول له يا رب انا كملت رسالتي، يا رب يا رب ان شاء انا الله. كملت الامانه اللي إن انت شاء عطيتها الله. لي، انا وصلتها لايد امينه، ان مش شاء اكتر الله والله يا يعني بنت. نحسن الظن مش عايزه بالله. حاجه اكتر من ان كده. شاء الله باذن الله باذن الله من اهل الفردوس الاعلى انت والراجل الجميل اللي انت متجوزاه يا رب. يا رب الحمد ان لله شاء الله. والله. وعزني واكرمني مع انه كان ممكن يتجوز ويخلف، مع ذلك عاش معايا وانا اللي كنتش بخلف، وانا كان العيب فيا. عشان ربنا رب قلوب مطلع على ربنا جمال يكرمه قلبك. وبيشتغل وبيصرف عليا يعني وعليها وبندفع ربنا فلوس انت مش كليتها. هتكوني اكرم من الكريم. انت ونعم كريمه، بالله. فما بالك الكريم اللي خلقك، فكرمك باللي ونعم بالله. يكرمك زي ما انت كرمتي. زي ما انت امين يا كرمتي رب. اللهم واكرمتي. امين. وربنا يا رب يزيدك من فضله ويكتر من امثالك. انا امين. بشكرك. اللهم امين. يعني اديتينا لا يا طاقه، حبيبتي. اديتينا كده روح، اديتينا حاجه والله العظيم. انت عملتي حاله نفسيه ليا نفسها انت مش متخيله ازاي. شفتي من حبيبتي. مكالمه واحده انت كلمتها ربنا لي. يكرمك دنيا واخره. ربنا يسعد قلبك. بشكرك شكرا تعيش يا جزيلا. دناي. بشكرك شكرا لا ده انا جزيلا. متشكره ليكي، بس انا عايزاكي حاضر. تدي اهميه للكلمتين دول قوي انا يا مروه عايزاكي عشان خاطر تسمعيني، ربنا. عايزاكي يا تسمعيني. ربنا يبارك ربنا ويبارك في عمرك يا رب. وتسلم البطن اللي شالتك يا ربنا بنتي. يكرمك يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا امي ويكتر تعيش. من امثالك يا رب. شرف ليا يا بنتي ان انا كل يا بنتي زيك. ده انا اللي شرف ليا والله انك تعيش كلمتيني يا دناي. واختصتيني انا بالموضوع وحبيتي تحكي معايا. اه والله يا دنيا انا بتابعك على طول يا مروه وبحب كلامك فوق قوي، راسي والله وببقى يا أم. سامعاكي كده ببقى بقول ربنا يبارك لك واقعد رب. ادعي لك. يا انت رب. انت بتبقيش سامعانا لكن في ناس سامعاكي وبتدعي لك ده والله ان انت بتوصلي فضل. مع الناس بمراحل كويسه. ده فضل يا امي، ده فضل ربنا. ربنا يزيدك من يا نعيمه. رب
يا رب والله يا رب، ده فضلك مش شطاره مني، دي نعمه، نعمه انك تختصي لي نعمة بموضوع ربنا زي ده. اختصك بيها. ايوه يا ايوه رب، يا بنتي، يا ربنا رب يسترك يخليك، دنيا واخره. يا رب يبارك تستري فيك، بستر الله، يا رب يرضيك يبارك. ويرضى عنك. امين يا رب يا امي، ويخليكي ويبارك لك في بنوتك القمر. انا عايزه اسمعك يا حبيبتي. عيني ليكي. طيب قد ايه فرحانه وقد ايه عندي كده حاله. اسمعوا بقى، يعني الناس برضو اللي تقول ان برنامج ما فيهوش غير مشاكل، اسمعوا الجمال بقى. النهارده كده نطفوا قلوبكم وودانكم بكلام الست العظيمه اللي يا رب يا رب يديها على قد جمالها، وانا واثقه ان الكريم هيكرمها قوي قوي في حياتها، وان شاء الله بعد عمر طويل باذن الله باذن الله مكانها عنده عظيمه قوي، وده ظني في الله خير. طيب بالنسبه للناس المرضى، بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش ربنا، بالنسبه للناس اللي عايشين في الدنيا عشان يأذوا بلسانهم السليط وبمواقفهم الرخيصه اللي لو دلت بتدل على سوء اخلاقهم وعدم تربيتهم. حقيقي في بني ادمين كتير قوي بيئتهم اللي حواليهم تبان من بره انها حلوه، لكن هم ما تربوش. حقيقي في ناس كتير قوي طلعت بين اب وام مفروض ان هم يطلعوا اسويه، لكن للاسف المرض اتنقل لهم بالتتابع. في اب وامهات كتير قوي ما يستاهلوش اللقب ومش اهل ان يكونوا ابهات وامهات، فطلعوا نفسيات فاسده، زي الامثال اللي هي قابلتهم، زي الامثال اللي جم اتقدموا لبنتها ست البنات اللي ما فيش حد زيها، اللي في كتير قوي اتربوا بين اب وام حقيقيين، لكن هم ما يعرفوش حاجه عن التربيه. للاسف الناس دي بيحبوا قوي اللي يغشوهم، هم غيتهم كده، يفرحوا قوي باللي يغشوهم، يفرحوا قوي باللي يضلوهم، يفرحوا قوي لما كانت ست زي دي تروح تغضب ربنا وتنسب بنت مش بنتها ليها. واحنا التبني يعني التبني من ربنا حرمه علينا ومحرم علينا في الاسلام، كانوا يفرحوا قوي بالغش ده، وساعتها كانوا يسقفوا لها وكانوا يقولوا لها الله ربيتي قوي، انت ست جميله، لمجرد ان هي عجبتهم وفرحتهم لما غضبت ربنا. لا والف لا، الست دي نفذت امر الله على الارض ومشيت بالقانون الرباني وفي حدود ربنا حطها لنا، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فما ظلمتش نفسها. عشان كده ربنا بارك لها في نفسها وفي بنتها ورزقها بيها من غير جهد، جات لها وردة جميلة لحد باب بيتها. وده الكريم لما يرزق، وده الكريم لما ينعم، لأنه ربنا مطلع على النوايا، فبيدي على قد صدق النية، اداها على قد صدقها وطيبتها، عارف انها هتصون الأمانة وهتحفظها. عشان كده ناس زي دي ما ينفعش يكون ليهم وجود وسطينا، وما ينفعش نعمل لوجودهم اعتبار، ولا لكلامهم يأثر علينا. اوعي كلامهم يأثر عليكي ولا على بنتك، اوعي دول اللي يبقوا مقياسك في الحياة ولا تعتبر لهم اعتبار ووجود. اوعي واحدة زي أخت العريس اللي عايزة تقلل من البنت وتخليكم ترضوا بأي شيء تكون دي مقياسك. اللي زي دي ربنا يرزقها على قد نيتها، زي ما ربنا هيجازيكي خير على جمالك وطيبتك واخلاقك واللي اديتيه للبنت دي واللي اطعمتيها بيه واللي ربيتيها عليه. ابن الحلال الصالح جاي، اللي هيقدر ويصون لسه جاي، لسه ربنا شايله. ربنا من كرمه بيبقى عايز يطلعنا على الامثال الوحشه قوي، عشان لما يجي الحلو نحس بقيمته، عشان لما يجي اللي يصون نحس بقيمته، ونعرف قد ايه انه جه في وسط زمن بقى صعب، بقى في ناس بتحكم على بعض بحاجات ملهاش وجود وملهاش اساس. انت اللي عملتيه كبير قوي، وبجد بجد ربنا يجازيكي بيه خير يا رب العالمين، ويديكي على قد كرمك وفضلك. وانا بقولها تاني، انت مش هتبقي اكرم من الكريم، فتخيلي الكريم لما يبصلك بكرم على كرمك هيديكي ايه. لا تبالي، الناس دي ما ينفعش ياخدوا مساحة من حياتنا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل بني آدم يعرف نقطة ضعف عند بني آدم ويتكلوا عليها قوي عشان يوجعوا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل بني آدم عنده نقص نظر وما بيبصش غير تحت رجله وبيحكم على البني آدم بفعل القدر فيه. محدش يحاسب حد على حاجة ملوش علاقة بيها، محدش يحاسب حد على حاجة ملوش تدخل فيها، كلها بأمر المولى عز وجل. لأن في ثانية النعمة اللي بتتباهى بيها ممكن تزول. افهم يا اللي ما بتفهمش، افهم يا اللي عندك قصر نظر وفقر في فكرك وغباء قلب وعقل. أي نعمة بتتباهى بيها أو شايفها انتقصت عند غيرك وبتعايره أو بتتفخر وبتتباهى عليه، افهم إنها في ثانية ممكن تزول. افهم إنها في ثانية هي مش ملكك أصلا، هي ملك اللي رزقك بيها.
اللي في ثانية يقدر يسلبها منك. افهموا بقى، افهموا دينكم، افهموا دينكم، عشان دينكم لو فهمتوها ترتاحوا وتريحوا. افهموا ان ربنا ما اداناش حاجة غير بفضل منه ونعمة ومن منه علينا. احنا لا شيء وكلنا اسباب. سخر فلانة لفلانة، سخر الام الجميلة للطفلة اللي محتاجاها اللي دلوقتي بقت ست الناس. سخر الام الجميلة البنت، خلتها تعرف الحلال من الحرام، عرفتها تصون نفسها. ياما ابهات وامهات بالاسم مخلفين ورامين، او ما بيعرفوش يقولوا الصح من الغلط، ما بيعرفوش يقولوا الحلال من الحرام، ما بيعرفوش يقولوا للبنت حافظي على نفسك وصوني فرجك وخليكي محترمه وعارفه ربك. وهم بالفعل الاب والام، وهم بالفعل اللي مكتوبين في شهاده الميلاد. يا فرحتي، يا فرحتي. مهما اتكلمت هتكلم، عندي كلام كتير قوي، عندي كلام كتير قوي للناس عديمة الأخلاق والضمير والدين. عندي كلام كتير قوي للناس اللي ما تعرفش ربها، اللي عندهم قصر نظر وما بيبصوش غير للأمور من ظواهرها من غير ما ياخدوا بالهم من نعمة ربنا وحكمة ربنا في الموقف الفلاني. اللي زي دول ما تهتميش بيهم ولا تعملي لهم حساب. خليكي في طريقك واحسني ظنك بالله، زي ما من يوم ما بدأتي حياتك وانت حاسنه ظنك بالله خلقك، والكرم كله جاي، وهتفرحي وهيفرح قلبك وبقلب بنتك، وهيرزقكم ان شاء الله بالخلف الصالح من راجل صالح باذن الله يصونها ويحميها في حياتكم وبعد مماتكم باذن الله. باذن الله. بشكرك يا امي، بشكرك على كل دعوه دعيتها لي، وبشكرك على كم الطاقه الايجابيه وسعه الصدر والامل اللي اتجدد في قلبي. يمكن بسمع مشاكل كتير بتخليني احيانا اقول وبعدين هي الدنيا ليه بقت وحشه كده، بس تيجي مكالمه زي ما حضرتك كده تفضلتي وخصتيني بيها تغسل كل اللي فات وتعرفني ان مهما حصل ومهما سمعت ومهما البرنامج بقى فيه مقاسي هفضل اقول لسه الدنيا بخير طالما فيها امثالك. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.